أنا اسمي سارة، عندي 29 سنة وكنت مخطوبة بقالي سنة. عايشة مع أخويا الكبير عشان أبويا وأمي توفوا من 5 سنين، وما ينفعش أعيش لوحدي، خاصة إن ماليش إخوات تانيين وقرايبنا بعيد عننا، فاضطريت أعيش مع أخويا وزوجته في شقتهم. أخويا أكبر مني ب7 سنين ومتجوز من 5 أو 6 سنين ومخلفش، وكانت المشكلة عند مراته، بس هو ما كانش عايز يطلقها، وكان دايما يقول لسه بدري وربنا يرزقنا إن شاء الله. هو ما كانش بيحبها قوي، بس كان مكمل معاها علشان ظروفه المادية ما كانتش تسمح له إنه يتجوز تاني، فما كانش في حاجة هتفرق لو طلقها. أنا كنت عايشة معاهم في الشقة، ومرات أخويا كانت كويسة جدا معايا، وكنت معتبرها صاحبتي. كنا بنتكلم كتير ونسهر سوا. أخويا كان بينام بدري عشان شغله، وكان بيسيبنا سهرانين لحد الفجر، وبعدها ننام براحتنا لأننا أصلا ما كناش بنشتغل، وهو اللي كان بيصرف على البيت. بصراحة أخويا كان حابب يبقى هو راجل البيت ويشيل المسؤولية، حتى لما قلتله إني ممكن أنزل أشتغل عشان أساعده في المصاريف رفض وقال لي ده بيتك وأنا مسؤول عنك لحد ما تتجوزي. أما خطيبي فكنت بحبه، بس بسبب شغله وظروفه ما كناش بنعرف نشوف بعض كتير، وأغلب كلامنا كان على التليفون. كنت بكلمه بالليل، وساعتها كنت بسيب مرات أخويا وأدخل أوضتي أكلمه براحتي. كان فاضل لنا سنة ونتجوز، وأبويا وأمي الله يرحمهم كانوا سايبين لي فلوس عشان جهازي، فكنت عارفة إني هجهز نفسي بيهم ومش عايزة أتقن على أخويا. المهم كنت ناوية أجهز نفسي بالمبلغ اللي سابوهولي قبل ما يتوفوا، بس في الوقت ده حصلت مشاكل بين أخويا ومراته. كانت الفترة دي صعبة علينا كلنا، طبعا أنا كنت بدخل بينهم بحسن نية عشان نهدي الموضوع، خاصة إن مرات أخويا كانت مصممة تسيب البيت وترجع عند أهلها. كنت بحاول أفهمها وأتكلم معاها بالراحة، وأقول لها إن ما ينفعش تعمل كده، خاصة إنها وأخويا متجوزين بقالهم فترة مش قصيرة، وكان في بينهم مواقف كويسة كتير. في الأول كانت بتهدى ونتفق إنها تحاول تكمل، وبعد كام يوم يرجعوا يتخانقوا تاني. الموضوع كبر أكتر من كده، وفي يوم الصبح لقيتها بتلم شنطتها وبتعيط، وقالت لي أنا مش قادرة أعيش هنا تاني، هروح عند أهلي. في اللحظة دي كان عندي شعور صعب جدا، فقلت لها حرام عليكي، هو بيحبك، ليه بتكسري البيت؟ لكنها ردت وقالت لي ده مش بيسأل فيا، مش بيقعد في البيت، وانتي شايفة هو بيعمل ايه، أكيد في واحدة تانية في حياته. جربت أفهمها وأقول لها إن هو عنده مشاكل في شغله ومش قادر يديها وقت كفاية، لكن هي كانت شايفة إن مش هينفع تكمل، وحاولت كذا مرة تقوله يطلقها وهو ما كانش راضي. انتوا عارفين دي حاجات مش بإيدينا، يعني اللي حصل ده كان قدر، وهي كانت مصممة على رأيها وكانت تقول أنا مش هعيش كده، كل ما أقوله يطلقني مش راضي. وفي نفس الوقت هو كان بيقول كلام قاسي زي أنا نفسي في عيل وانتي مش عارفة تجيبيلي ولد، ايه اللي مخليني أعيش معاكي؟ الكلام ده كان بيجرحها جدا. كانوا ساعات يبقوا كويسين مع بعض، وساعات تانية يتخانقوا، والموضوع كان بيصعب عليا لأني كنت بشوف مرات أخويا في حالة تعبانة وهي مش عارفة تتصرف. بصراحة كنت تعبت نفسيا من المشاكل دي، خاصة إني كنت عارفة إني مش هقدر أعيش لوحدي في الشقة دي، لكن في نفس الوقت كان أخويا رافض تماما إني أرجع أعيش لوحدي. بعد فترة مرات أخويا قررت تمشي خالص، وكانت مصممة على رأيها وخدت شنطتها ومشيت. لما أخويا رجع من الشغل بالليل حكيت له على اللي حصل، وهو عصب وقال لي مادام هي خرجت من البيت من غير إذني يبقى خلاص مش هروح أجيبها ولا هصلح الموضوع بينا. كنت بحاول بكل ما أقدر إني أصلح بينهم، لكن هو كان مصمم على رأيه. في الآخر هي راحت عند أهلها وطلبت الطلاق، بس أخويا كان متمسك برأيه مش عايز يطلقها، وفضل سايبها عندهم فترة طويلة. في الفترة دي
أخويا بدأ يروح الشغل الصبح وأنا كنت بعمل كل حاجة في البيت، وابتديت أشوف تصرفاته اتغيرت شوية. يعني كان في الأول قليل الكلام جدا، بس بعد كده بقى يهزر معايا أكتر، وكان دايما يسألني: ازيك؟ خطيبك عامل ايه؟ هتعملوا ايه في الجواز؟ جبتيه ايه؟ هنجيب ايه؟ كان في حاجة غريبة بدأت تحصل. كان بيتكلم معايا أكتر من أول، حتى كان بيسألني في أمور شخصية زي: انتي حاسة ازاي؟ هتعملي ايه بعد الجواز؟ وكان بيهزر معايا كتير، وكان في حاجات بتدل على إنه بدأ يبقى مهتم أكتر. ولما كنت بحاول أفكر في كل ده، كنت حاسة إن في حاجات مش واضحة، وكنت متضايقة شوية. ولقيته بالليل بيشرب حاجات ما كانش بيشربها قبل كده، ومراته كانت موجودة لأنه أساساً ما كانش بيشرب. فجأة لقيته بيجيب حاجات مش مفهومة زي الحاجات اللي الشباب بتشربها، وأنا كنت متضايقة جداً من اللي بيعمله. لكن قلت في نفسي يمكن يكون تعبان عشان موضوع مراته والخلفة، ومش حابة أزود الموضوع، يعني مش هعلق عليه قوي. فقعدت أتكلم معاه، قلت له: حرام عليك، ما تضيعش نفسك ومستقبلك، الحاجات دي ملهاش لازمة. وكان دايما يقول لي: مفيش حاجة، ده مجرد تفريغ، يعني مش أكتر. وبعد فترة بقيت أسهر معاه شوية، وهو كان بيبدأ ينام متأخر. في الأول كان بينام الساعة 9، لكن بعد كده بقى بينام الساعة 11، وأنا كنت بقعد معاه. فقلت خلاص هخش أنام أو أكلم خطيبي شوية وبعدها أنام. بعد فترة صحيت من النوم، وكنت حاسة إن في حاجة مش مظبوطة. جسمي كله كان وجعني، وكان في حاجة غلط. ما كنتش فاكرة نمت فين ولا نمت إمتى، ولا آخر حاجة حصلت قبل ما أنام. مش فاكرة حاجة خالص، بس في الأول ما اهتميتش، يمكن يكون برد أو حاجة، وما كنتش مركزة في الموضوع. بعد كده حاولت أكلمه تاني في موضوع مراته، وقلت له: ارجع صالحها وخليها ترجع معاك، بس هو كان رافض رفض غريب، وقال لي: خلاص مش هتدخل البيت تاني وأنا هطلقها. استغربت جدا وقلت له: هتطلقها ليه؟ انت أساسا ما كنتش عايز تطلقها عشان مفيش أولاد، دلوقتي هتطلقها عشان هي زعلانة؟ كنت مش فاهمة كلامه، وده خلاني مستغربة أكتر. المهم لقيت نفسي كل ما أصحى جسمي لسه تعبان ووجعني، وكل مرة حاسة إن في حاجة غلط، وفي مكان معين في جسمي حاسة إن في وجع مش عادي كده، وكان في إحساس غريب في المكان ده. فقلت لنفسي: استحالة يكون أخويا مثلا بيحط لي منوم أو حاجة. بعد ما فكرت كده قعدت مع نفسي أفكر، لقيت إن كل ما يجيب لي حاجة ساقعة زي العصير اللي بنشربه مع العشاء أو بعد العشاء، بعد ما بشربه ما ضفوش. فكنت مش فاهمة ليه. آخر حاجة بفتكرها إن أخويا جايب عصير وشربت، وبعدين خلاص مش فاكرة حاجة تانية. كرتني نفسي: لأ، لازم أعرف إيه اللي بيحصل لي. فقررت في يوم من الأيام بعد ما اتعشينا وكان جايب عصير، قررت أعمل نفسي تعبانة أو دايخة. لما جاب لي العصير عملت نفسي إني عايزة مية، وهو قام جاب لي كوباية مية، وأنا لما جابها لي دلقت العصير من البلكونة. كنا قاعدين في البلكونة وحطيته قدامي. بدأت ألاحظ إنه كان بيقول لي: خلاص بقى، والله عشان الجو ساقع تعالي نروح نريح جوه. فسمعت كلامه وعملت نفسي مصدعة. بعد كده لقيته بيشيل الحاجات اللي عليه، وأنا خلاص عملت نفسي نايمة. لكن لما هو شافني كده حسيت بكل حاجة، لكن عملت نفسي نايمة. لقيته أخدني ودخل بيا الأوضة وخلعني كل حاجة. لما بدأ يشيل آخر حاجة كنت لابساها صحيت على طول وضربته بالقلم وقلت له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ ومش عارفة اقول ايه. هو قال لي: ازاي تكوني صاحية وفايقة وانت مش فاهمة حاجة؟ قلت له: انا فاهمة كل حاجة، وفاهمة انت بتعمل ايه، وانا هفضحك وهقول للناس. لقيته بيقول لي: لو عملتي اي حاجة انا هفضحك. قلت له: تفضحني ازاي؟ تفضح اختك؟ هو قال لي مصور كل حاجة كنت بعملها معاكي عشان اليوم ده. قال لي: أنا هفضل أعمل كده معاكي على طول، سواء بمزاجك أو غصب عنك. هو كان بيتعامل معايا بطريقة غريبة، يعني لأنه أنا بنت، فاهمين؟ فقعدت أعيط وقلت له: إزاي تعمل فيا كده؟
حرام عليك، ربنا هيحاسبك على اللي انت عامله ده، وربنا مش هيعجبك والله. هو طبعا ما سمعش اي حاجة من اللي انا بقوله، وهو فعلا كان مصورني في فيديو وانا في حالة انفعابة. كنت خايفة جدا ومرعوبة وبترعش من الخوف. في اللحظة دي سابني وقال لي لو فتحتي بقك عارفة ازاي اواجهه، وكان دايما بيطلب مني نفس الحاجة، وانا كنت بسمع كلامه واحيانا ما كان عندي رد فعل. كنت حاسة إنه كان بيضغط عليا بالعافية، وفي نفس الوقت كنت مش قادرة أعمل أي حاجة. صحيح هي كانت خايفة على مستقبلها، ودايما في خوف من إنه ممكن يعمل فيها أكتر من كده. كانت حاسة إن حياتها بتتغير للأبد، وإنه لو الفيديو ده اتنشر دي هتكون نهاية كل حاجة. بعد يومين سارة قررت إنها ما ينفعش تسكت وما ينفعش تفضل عايشة في رعب. جمعت كل قوتها وخدت خطوة مصيرية. استغلت أول فرصة أخوها يكون فيها برا البيت، وخدت شنطتها وهربت من الشقة. نزلت من العمارة وهي بتجري كأنها بتهرب من سجن. ركبت أول تاكسي قابلها وطلبت منه يوصلها لأقرب قسم شرطة. هناك حكت كل اللي حصل للضابط وقدمت بلاغ ضد أخوها. كانت بتترعش من الخوف، لكن في نفس الوقت كانت حاسة إنها بتعمل الصح. الشرطة اتحركت بسرعة وقبضت على أخوها، وخدوا منه كل الفيديوهات اللي صورها. سارة عاشت فترة صعبة جدا بعد كده، لكنها اتعلمت إن السكوت على الغلط هو أسوأ حاجة ممكن تحصل، وإن الإنسان لازم يكون عنده الشجاعة إنه يدافع عن نفسه. اتجوزت خطيبها وعاشوا سوا، ومحدش عرف سرها ده غير أقرب الناس ليها. قصة سارة بتعلمنا درس مهم جدا: الصمت مش حل أبدا. ممكن تكون الظروف صعبة، وممكن يكون الخوف مسيطر علينا، لكن السكوت على الغلط بيخلينا ضحايا. لو سارة فضلت ساكتة كانت حياتها هتفضل في خطر، وكان أخوها هيستغلها للأبد. الشجاعة الحقيقية مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تخاف بس تعمل الصح. لازم نكون واثقين إن ربنا هيقف جنبنا لو خدنا الخطوة الصح، حتى لو كانت صعبة جدا. قصة سارة دليل على إن القوة موجودة جوانا، وإننا نقدر نطلع من أي أزمة مهما كانت صعبة لو اتمسكنا بحقنا ومشفناش. يا ترى لو كنت مكان سارة كنت هتعمل إيه؟